صباح الخير متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ جمعة مباركة علينا وعليكم بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد، بس قبل ما نبدي نشاهد الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحبايبي لا تنسون اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. ورجعت لكم بطريقة الدولمة، وإن شاء الله ينال على إعجابكم هذا الفيديو. حبايبي حبيت أشارككم طريقة الدولمة. وأول ما بدينا بطريقة الدولمة صورت لكم مواد الدولمة. وهنا بدينا أول شي نبدي بالبصل. نفتح البصل مثل ما واضحتكم بالفيديو حبايبي بهذا الشكل. نفتح البصل نطلع اللبة مالته. اللبة مالت البصل نثرمها احنا بالدولمة، يعني نثرم البصل بحشية الدولمة. اللبات، لب البصل ولب الشجر. وإن شاء الله صار فيديو واضح. أنا سويت بصلتين، يعني فتحتهم لما بس أنا أحب يعني البصل المحشي. وهنا حباية ثوم أو فص ثوم أثرمها ويا الدولمة مثل ما واضحتكم. وهنا بديت أثرم بالبصل. هنا سرعت لكم الفيديو لأن صار كلش طويل، صار 24 دقيقة وأنا اختصرت منه سويت 11 دقيقة. وإن شاء الله ما تملون من الفيديو حبايب قلبي. واكتبوا لي هم بالتعليقات تحبون فيديوهات طويلة لو قصيرة. وهنا مثل ما واضح قاعدين نثرم البصل. ويا بناتي أنا هاي البصلة راح أفرمها كامل لأن كلش تنطي طعم للدولمة طيبة البصل. ونوعية هاي البصل كلش طيبة بالدولمة، أنصحكم بنوعية هاي البصل. أتوقع اسمه هذا البصل يعني بصل الكريستال، كلش ينطي طعم للدولمة. وهنا راح أفرمها بالكامل حبايب قلبي. واكتبوا لنا بالتعليقات شو تحبونها مواصفات، إن شاء الله هم ما أقصر وياكم متابعيني. فيديوهات اللي قاعدة أسويها أنا مو تعليم، يعني مجرد أشارككم يومياتي وطبخاتي، فأحب يعني أشارككم إياهم عن تغيير بالفيديوهات حتى ما يصير عندكم ملل. هنا هذا فص الثوم، فص واحد يعني ثوم أثرم بالدولمة ينطي نكهة وطعم يعني للدولمة، فلا تكثرون يعني حتى لا يصير طعم ثوم بالدولمة، يعني حباية واحدة مجرد كافي. تثرمونها ناعم هم ويا حشوة الدولمة. وهنا راح أبدأ أقشر بالشجر. صراحة أنا حسب التسميات أنا أسميه قرع، وحسب التسميات اللي يسميه شجر أو قرع. هنا بديت أقشر بيه بالكامل. قشر القشر الفوق نشيله حتى نبدي يعني نحفرها. تنطي طعم كلش طيبة للدولمة، يعني إضافة الشجر للدولمة كلش طعمه يعني يصير طيب. فهنا يعني يحبون إضافة الشجر، وخلت كمية يعني 3. يعني راح أقشره بالكامل بعدين أرجع أحفرهم. وهنا الفليفلة مجرد بس للنكهة. وهنا ضفت طماطتين. الطماطة أحس يعني تسوي طعم الدولمة ما طيبة، فلا تضيفون يعني إضافة الطماطة كلش، يعني طماطتين كافي على الدولمة. وهنا بديت أحفر بالشجر مثل ما واضحتكم. بحب قلبي قلتلكم أني سرعت الفيديو حتى لا يصير طويل عليكم وتملون من الفيديو. هنا اللب مال الشجر أثرمها بحشية الدولمة تنطي طعم كلش طيبة للدولمة. أنا بوقتها يعني سويت هاي الدولمة صادفت يعني عشاء مو غدا، فصارت كلش طيبة.
هنا اللب راح أثرمه أخليه للدولمة يعني ويا حشوة الدولمة. هنا أثرمه بالكامل حبايب قلبي. يعني حفرتهم بالكامل وثرمتهم، بس شوي اختصرت لكم الفيديو حتى ما يصير طويل. وهنا بديت أثرم بالطماطة. إضافة الطماطة فلا تكثرونها بالدولمة، يعني الطماطة طماطتين كلش كافي يعني للدولمة. اكتبولنا بالتعليقات محبين الدولمة. الدولمة كلش طيبة يعني، أفضلها يعني أكثر الطبخات يعني الدولمة تصير أطيب، ما أعرف ليش أنا أحب يعني الدولمة كلش طيبة. وهنا فلفلاية واحدة مجرد للنكهة، تنطي نكهة للدولمة حبايب قلبي. إضافتها كلش يعني تنطي طعم للدولمة. فالناس أذواق وحسب يعني ذوق يعني الإنسان يضيف الحشوة اللي يحبها عالدولمة. حبايب قلبي يعني هم أضيف يعني اللحم للدولمة، لما حد يعني العائلة كلها ما تحب إضافة اللحم، فما أضيف اللحم يعني ما أضيف لحم عليها. حسب الرغبة تحبون تضيفون لحم. الباسترما هم تنطيها نكهة هم للدولمة، بس يعني أغلبيتها يعني العائلة ما تاكلها لا الباسترما ولا اللحم. وهنا ثرمت الحشية بالكامل. وهنا ضفت لا دوزي وبهارات البرياني وفلفل وملح مثل ما واضح حبايبي. وهنا ظرف ماجي هم ينطيها نكهة للدولمة. وهنا نخلي زيتها مع الحشوة، حشوة الدولمة هم تنطيها نكهة وطراوة للدولمة. ضيفوا يعني مهمة هاي الإضافة مالت الزيت بالحشوة. هنا تضيفون 4-5 خواشق حسب رغبتكم زيت. وهنا نزلت معجون. المعجون هم حسب الرغبة، بس احنا إذا ما حمرا حيل ما تعجبنا يعني تسويها كلش حمرا. وهنا كملتها بالكامل الحشوة حبايب قلبي. وهنا ضفت الدهن وعضود السلق نخليها بقاع الجدر كلش يعني تنطيهم طعم، ويحبون يعني عضود السلق بقاع الجدر. وهنا بديت أحشي البصل. أول شي نبدي بالبصل حبايب قلبي. أنا اختصرت لكم من الفيديو يعني شلت لكم يعني قصيت منه كلش هواية لأن يصير طويل، وما أحب يعني يصير طويل وتملون من الفيديو وبعدين ما تشاهدوا لي ويصير عندكم ملل. وهنا بديت أحشي الشجر مثل ما واضح حبايب قلبي. هنا من كل شي يعني سويت لكم لقطة حتى لا تملون من الفيديو. وهنا هاي الفلفلاية هم بس مجرد نكهة يعني ما حد يحبها يعني ياكلها، بس شنو مجرد تنطي نكهة بالدولمة. واللي يحب يعني هم يسوي يعني يحفر طماطة هم يحشيها حسب الرغبة اللي يحبونه. وهذا بعد ما حشيتهم بالكامل نبدي نلف السلق. شوية سلق كان تعبان يعني وكلش ناعم، فشوية بهدلنا بلفة السلق. بس أم البيت يعني تدبره ما تقف عليها يعني شغلة تدبرها وتسويها، ما يصير شي صعب على أم البيت يعني. هنا لفيت السلق. ما أكثر شي يعني العائلة يحبون السلق بالدولمة. فالشجر والبصل يعني مجرد يعني زينة، أو عندي يعني بنتي تحب الشجر وأنا أكل البصل، والعائلة الباقية تاكل السلق.
حبايب قلبي أشكركم من كل قلبي على تفاعلكم بالفيديو السابق، فيديو الكبة، ما شاء الله تفاعلكم كلش حلو، وأتمنى هذا الفيديو هم تزوروني وتتفاعلون بالقناة حتى إن شاء الله نحقق الشروط مالت القناة، نحقق 4000 ساعة بجهودكم متابعيني، وإن شاء الله ما تقصرون حبايب قلبي. وأشكر هم مشتركين الجدد وأشكر مشتركين القديمين وأقولهم ما قصرتوا، رحم الله والديكم. وهنا بعد ما كملت لفيت الدلمة بالكامل هم خليت للوجه عضود السلك، لأن احنا كلش نحب يعني عضود السلك فما أذبه كله أستخدمه. وهنا خليتها على النار، هم حبيت أخذ لكم لقطة. وهنا خليت يعني هذا الصحن ثقاله حتى نشوف المي ايش قد يعني للدولمة، مجرد بس يغطيها هاي هي مية الدولمة. وهنا بعد ما استوت هذا شكل الدولمة، هنا قلبتها وهذا شكل الدولمة. وساهمنا وساهمكم والف عافية حبايب قلبي. إذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا حبايب قلبي، وانتظروني فيديوهات جديدة، ومع السلامة حبايب قلبي.